مرحبا شباب، معكم عبد الآدز واهلا وسهلا فيكم في برنامج ابراز عضلات البطن ب4 اسابيع. اليوم رح ندرب عضلات البطن بحبال المقاومة. اليوم رح نتمرن تمارين بطن اللي هي شوي غريبة، أكيد جديدة عليكم. رح تكون مقسمة من قسمين، القسم الأول رح تكون مع حبال مقاومة، القسم الثاني رح تكون بالمنشفة. فما تخافوش شباب، إذا ما عندكوش حبال مقاومة بكل بساطة اعملوا القسم الثاني مرتين، وهيك رح تكونوا قدرتوا تكفوا بالنسبة لتمارين البطن. الهدف من هاي التمارين هو تضخيم عضلات البطن نفسها، وهيك رح تبرز تضاريس البطن ورح تكون مبينة بشكل أفضل. زي ما انتم شايفين رح نبدأ التمرين، رح نستخدم حبال المقاومة ونرفع حالنا لقدام. حافظ على جسمك انه يكون مستقيم، وانه حبال المقاومة كل الوقت تكون مشدودة، ولا مرة ترجع لآخر لورا وتخلي الحبال تصير رخوة. دائما شد، ورح تحس انه في اشي عم بشدك لورا، رح تحس في حرق في العضلات تبعت عضلات البطن. وهاي التمارين رح تشتغل على العضلات العلوية من عضلات البطن. اذا حسيتوا انه التمرين شوي هوين زي ما انتم شايفين، ممكن تخلوا الشد اصعب في هاي الحركة، ورح نمسك الحبال انها تكون شديدة اكتر. طبعا ممكن نغير في المسكة ونعملها اكتر لقدام، وهيك رح تصير بعد اصعب واصعب. شوفوا كل التغييرات كيف ممكن نغير بطريقة الامساك بحبال المقاومة عشان تصير اصعب. هاي التمارين احنا بننصح انكم تعملوها 3 جولات، كل جولة لحديد الفيلير. بكل بساطة بتعمل لحديد ما تعودش تقدر تعمل ولا تكرار اضافي، ولما ما بتعودش تقدر تعمل ولا تمرين اضافي بكل بساطة بترتاح نص دقيقة وبتعيد كمان جولة وكمان جولة. كل تمرين من هاي التمارين رح نعملها 3 جولات. التمرين اللي بعديه رح يكون للجزء السفلي من عضلات البطن. هاي التمارين رح تكون كمان بحبال المقاومة. زي ما انتم شايفين رح نربط حبال المقاومة على شكل دائري، رح نفوت اجرينا بالنص، رح ندورها بشكل اللي تعلق بقلب اجرينا بهذا الشكل، ورح نصير نشد اجرينا لعند الصدر. حاول انك تطول شوي عند الصدر عشان تحس بالضغط، وما ترجعش اجريك على الاخر عشان ما يصيرش في ارتخاء لحبال المقاومة ويقل الشد على عضلات البطن. شوف ممكن ترجع بعد لورا اكتر، وهيك بيصير الشد اصعب وبيصير التمرين اصعب. اذا انت مبتدئ دائما ممكن تخلي الشد اسهل بانك تقرب اكتر على السوفا. باختصار ممكن نعمل هذا التمرين باشكال مختلفة بشكل اللي يتلائم مع اللياقة تبعتك. هاي التمارين كمان لازم نعملها 3 جولات، ونرتاح بين كل جولة وجولة نص دقيقة. التمرين رح نعمله للفيلير لحد ما تعودش تقدر تعمل ولا تكرار إضافي. التمرين اللي بعديه رح يكون على الجوانب، على الخواصر، ورح نعمل التمرين بهذا الشكل. بتحافظ على ظهرك مستقيم، وبتروح مرة لليمين وبتروح مرة للاتجاه المعاكس. حاول انه بس خواصرك تشتغل وتشد، وباقي جسمك يضله ثابت. ما تحركش كتير اكتافك او ايديك، وخلي التمرين بس على الخواصر. ولما تروح على اليمين شد حالك لثاني او تنتين واعمل زفير، وبعدين للاتجاه الثاني عشان يكون الشد لفترة اطول والتمرين بشكل اصعب. كمان هاي التمارين رح نعملها للفيلير، رح نعمل 3 جولات ونص دقيقة بين كل جولة واخرى. طبعا بنذكركم انه عشان تبرز عضلات بطنك مش بس بكفي انك تتمرن، مش كل واحد بيقدر يتمرن لفترات طويلة ومستمرة. عشان هيك بنصحكم انكم تحصلوا على برنامج تنشيف عضلات 7X اللي بيشرح لكم 22 عامل لابراز عضلات البطن وتنشيف العضلات.
ومنها العوامل الحرارية، عوامل الميتابوليزم، التغذية والمكملات الغذائية، وكتير عوامل أخرى اللي بحياتكم سمعتوا عنها. فتنسوش تفوتوا على موقع تنشيف.com، وهناك رح تستفيدوا كتير بجميع العوامل مش بس التدريبية. وزي ما وعدناكم كمان رح اليوم نتدرب بالمنشفة. تمارين المنشفة زي ما انتم شايفين كمان فيها مقاومة بالضبط زي حبال المقاومة. هاي التمارين صعبة وكمان بتساعد على إبراز تضاريس البطن وتكبير العضلات تبعت البطن. فحاولوا انكم تعملوا التمرين بهذا الشكل، جيبوا ركبيكم عند صدركم وتزحلقوا بالمنشفة بهذا الشكل، وهيك رح يكون التمرين كتير صعب ورح تشوفوا قديش الشغل صعب على عضلات البطن. يمكن تفكروا انه هذا التمرين هوين، مبين هوين انا بعرف، ولكن بتصدقوش قديش هو صعب. هذا التمرين بيشتغل على عضلات البطن السفلية. رح نعمله للفيلير 3 جولات، نص دقيقة بين كل جولة واخرى. التمرين اللي بعديه رح يكون بهذا الشكل، رح تمسح لقدام وترجع ايديك لورا. طبعا هذا التمرين مبين كتير هوين، بس بتصدقوش قديش صعب، ومش رح تصدقوا قديش رح يقويلكم ويكبر لكم عضلات بطنكم. هذا التمرين رح نعمله كمان للفيلير، بيشتغل على جميع عضلات البطن وخاصة العلوية، ورح نعمله 3 جولات، نرتاح نص دقيقة بين كل جولة واخرى، ونعمله كمان للفيلير. هذا التمرين تسلق جبال ولكن مع المنشفة. رح نستخدم المناشف تحت اجرينا ونتزحلق بهذا الشكل على الارض. هذا التمرين بيشتغل على عضلات بطن السفلية، كمان رح نعمله 3 جولات ونص دقيقة بين كل جولة واخرى. التمرين اللي بعديه رح يكون للخواصر، مرة على اليمين ومرة على الشمال. بتجيب اجريك وبتزحلقهن على الارض بهذا الشكل، وبتشوف كيف الاشي رح تحسه بحرق لك كل الدهنيات ورح يشد لك عضلات بطنك وخاصة الخواصر. كمان هذا التمرين رح نعمله 3 جولات نص دقيقة بين كل جولة واخرى. طبعا للشباب اللي فيش عندها احبال مقاومة انا بنصحكم انكم تروحوا وتشتروا هاي الاحبال، ولكن حاليا ممكن تعملوا بس تمارين المنشفة، كمان تمارين صعبة ورح تعمل نفس الافكت تبع الاحبال المقاومة. في تدريب وفي تدريب مع عبدوز ابس. ادخل الآن abduzabs.com وغير مش بس جسمك، كل حياتك. قناتنا عم تكبر بسرعة والأعضاء عم تتزايد يوم بعد يوم، وهذا هو الإشي اللي بحفزنا إنه نستمر بالعطاء والتقدم. فأنا اليوم بدعوكم إنكم تسجلوا معنا في القناة، مش بس عشان إحنا أكبر قناة عربية على اليوتيوب، وإنما كمان محضرين لكم كتير مفاجآت وبرامج قادمة. فسجلوا معنا، وبتقدروا كمان تتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، وكمان على تويتر. وندعوكم كمان تفوتوا على موقعنا abduzabs.com، فيه برامج لجميع أنواع الأجسام وجميع الأهداف، والموقع بشكل إلكتروني بدربك وبيختار لك البرامج الملائمة لإلك ولهدفك. فتنسوش تسجلوا معنا وتتابعونا. كان معكم عبدوز أبس، نشوفكم بالفيديو الجاي. فيسبوك، انستغرام، تويتر، يوتيوب، عبدوز أبس. سبسكرايب يا مان، سجل معنا عبدوز أبس. سبسكرايب يا مان، سجل معنا عبدوز أبس.